السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تتبيلة الشوي. احلى تتبيلة واعتمديها عندك بإذن الله هتعجبك. يلا بينا. عندي هنا طماطم وبصل، بصلة مقطعاها او بصلتين حسب كمية اللحمة بتاعتنا. تمام، هبدأ افرم البصل في قلب الكبة فرم ناعم يا بنات بالشكل ده. هبدأ اساعد الكبة بتاعتي بحبة مية، وحطيت هنا معلقة الملح، لان معلقة الملح دي هي اللي هتساعد المية انها تنزل من قلب البصلايه. فرمت البصل بتاعي فرم ناعم جدا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هحطها في قلب المصفى عشان تصفي المية بتاعتنا. حبيت احط حبة مية في قلب الكبة وانزل بقية البصل بتاعنا بالشكل ده. بعد كده بحط الطماطم، حطيت معاها برضو معلقة من المية كده، وبدأت افرمها فرم ناعم جدا. لو انتي حابة تصفي الطماطم دي تمام، انا حطيتها زي ما هي كده بتدي طعم احلى. هنا بدأت اصفي البصل بتاعي اكتر، خدت المية بس. عندي هنا مية بصل، بشر الطماطم، معلقة من الملح، معلقة صغيرة جدا توابل لحمة فلفل اسود، يبقى ملح فلفل اسود وتوابل لحمة يا بنات، مش اكتر من كده. معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من الزيت، معلقتين كبار او معلقة كبيرة من الصويا صوص. خل، زيت، صويا صوص. تمام. جبت اللحمة بتاعتي اي تقطيعة انت تفضليها، يعني اي حتة لحمة عندك كله شغال. تمام. بدأت طبعا زي ما احنا اتعودنا كده في الفيديو اللي فات، اي حاجة في قلب اللحمة بطلعها واقسم اللحمة بتاعتي بالشكل ده وبقطعها زي التقطيعة اللي انا بفضلها. ويفضل طبعا تقطيعة مظبوطة بحيث ان انت لما تيجي تشكلي اللحمة بتاعتك على السياخ ما بتتعبيش وبكل سهولة وبتشويها بالشكل ده. شايفين بظبط اللحمة بتاعتي ازاي؟ اي حاجة في قلب اللحمة بشيلها. تمام. بحط طبعا اللحمة بتاعتي في التتبيلة وببيتها يا بنات. بصوا، يعني التتبيلة دي انا عملتها تاني يوم، انا شويت ربع يوم، عملتها تاني يوم بالليل، شويت ربع يوم الصبح. بجد يعني كل ما ببيتيها كل ما بتبقى افضل. هنا بدأت احط اللحمة بتاعتي في السياخ بالشكل ده، 3 4 قطع، ما تكتريش. تمام. حابة طبعا تصغري القطعة اكتر، يعني تصغريها عن كده تمام، طبعا كل ده في ايدينا بالشكل ده كده. شكلتهم حلوين قوي. بعد كده بقى يا بنات عندي هنا دي صينية انا شارياها بالشبكة بتاعتها دي. حبيت استغلها معاكم النهاردة علشان لو ما عندناش شواية هنعمل ايه. طبعا ممكن برضو نجيب اي قالب عندنا، وهنبدأ نحط فيه الورق الفويل كده من تحت بالشكل ده. انا اول مرة اعمل الموضوع ده، بس كان حلو جدا وانضف لي طبعا. حطيت كده الورق الفويل. تمام. كانت عندي كده حتة حطيتها برضو تحت لأمان الصينية يعني. بعد كده حطيت رملة ناعمة، دي رملة ناعمة حطيتها كده في أرضية الصينية، أرضية بسيطة كده متكتريش يعني. خلاص. وبعد كده طبعا جبت الفحم، حطينا الفحم بتاعنا بالشكل ده. هاخد قطعة كده، هما دول اللي انا بوريهم لك، دول احطهم على النار. وبعد كده ظبطت الفحم بتاعي، دي القطعة كده على النار، بقومها علشان احطها على الفحم الناشف التاني، وكل يقوم كده مع بعض. طبعا بالمروحة كده وشغلنا الفحم ده، وحطيت الشبكة بالشكل ده كده، وبدأت احط السياخ بتاعتي. انا هنا طبعا طلعت البلكونة، ما بشوش كده انا في المطبخ، انا كده طلعت البلكونة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بدأنا نشوي طبعا كده. وجربوا الطريقة دي وصحتين وهنا على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش في اللايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وده شكل اللحمة بتاعتنا بعد ما اتشوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.